هل عمرك حسيت إنك مش قادر تتكلم وسط الناس؟ تحس إنك متوتر، إيدك بتعرق، قلبك بيدق بسرعة، وكأن كل العيون متسلطة عليك؟ ده مش خجل عادي، ده اسمه الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي مش مجرد خوف من التواجد وسط الناس، لا، هو خوف أعمق. خوف بيخليك تحس إنك دايما تحت المراقبة، وإن أي تصرف بسيط ممكن يضحك الناس عليك أو يخليهم ينتقدوك. اللي بيعاني من الرهاب الاجتماعي مش شخص ضعيف، بالعكس، هو شخص حساس جدا، بيحس بكل تفصيلة في الموقف وكل كلمة ممكن تأثر فيه. لكن المشكلة إن الحساسية دي بتتحول لمصدر قلق بدل ما تكون نقطة قوة. تخيل إنك داخل اجتماع شغل أو في مناسبة فيها ناس كتير، وتبدأ الأفكار السلبية تهاجمك. طب أنا شكلي عامل إزاي؟ طب لو اتكلمت ممكن أغلط؟ طب الناس دي هتفكر فيا إيه؟ وفجأة تلاقي نفسك ساكت، مبتسمش، بتحاول تبان طبيعي، بس جواك في عاصفة. الناس من بره تشوفك ساكت وتقول إنك منطوي أو متكبر، بس محدش يعرف الحرب اللي جواك. حرب ما بين نفسك اللي عايزة تعيش طبيعي وبين خوفك اللي بيكتمك. طيب، إيه سبب الرهاب الاجتماعي؟ الحقيقة مفيش سبب واحد، بس في عوامل بتتجمع مع بعض. ممكن يكون اتعرضت لموقف محرج وانت صغير، والناس ضحكت عليك، ففضل المشهد محفور في دماغك. أو يمكن كنت في بيئة بتنتقد كتير ومفيش تشجيع، فبدأت تحس إنك دايما غلط. أو حتى يكون في استعداد وراثي للقلق. لكن المطمئن في الموضوع إن الرهاب الاجتماعي قابل للعلاج والتغيير. بس أول خطوة إنك تعترف إنك عندك مشكلة محتاجة تتواجه، مش تتخبى منها. في البداية لازم تعرف إنك مش لوحدك. ملايين حول العالم بيعانوا من نفس الشيء، والفرق الوحيد بين اللي بيتغلبوا عليه واللي بيفضلوا فيه إن الأولين قرروا يواجهوه خطوة بخطوة. خلينا نبدأ بأول خطوة، الفهم. اعرف إن خوفك طبيعي، وإن جسمك بيستجيب بشكل مبالغ فيه لموقف اجتماعي. يعني الخوف مش حقيقي، لكنه إحساس بيخدعك. لما تدرك كده تقدر تبدأ تسيطر عليه. الخطوة التانية، المواجهة التدريجية. ما ينفعش تصحى يوم وتقول أنا النهاردة هواجه كل الناس. لا، الموضوع لازم يكون بالتدريج. ابدأ بحاجات بسيطة، سلم على الجيران، اتكلم مع البائع، شارك بكلمة في اجتماع صغير. كل موقف صغير بتنجح فيه بيكسر حتة من الخوف الكبير. الخطوة الثالثة، مراقبة أفكارك. لما يجيلك الخوف اسأل نفسك، هو إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل فعلا؟ هتكتشف إن 90% من اللي بتخاف منه مش بيحصل أصلا. عقلك بيضخم كل حاجة وإنت بتصدقها. الخطوة الرابعة، التنفس والهدوء. لما تحس بالقلق خد نفس عميق وطلع ببطء. الحركة دي لوحدها بتقلل التوتر فورا. حاول كمان تمارس التأمل أو الاسترخاء كل يوم، لأن ده بيخلي جهازك العصبي أهدى. الخطوة الخامسة، الثقة بالنفس. الثقة مش بتتخلق فجأة، لكن بتتبني. كل مرة تواجه خوفك حتى لو فشلت، ده في حد ذاته نجاح. خليك فخور بنفسك على أي خطوة صغيرة بتعملها مهما كانت بسيطة. وفي نقطة مهمة جدا، الرهاب الاجتماعي مش لازم تعالجه لوحدك. ممكن تستعين بأخصائي نفسي أو علاج سلوكي معرفي، CBT، وده بيساعدك تلاحظ أفكارك وتغيرها بأسلوب علمي وفعال. وفي بعض الحالات ممكن الطبيب يوصي بأدوية بسيطة لو القلق شديد، بس دايما لازم تحت إشراف متخصص. دلوقتي تخيل نفسك بعد فترة من التدريب والمواجهة، بتتكلم براحة، بتضحك، بتتعامل طبيعي، ومش فارق معاك رأي الناس زي الأول. هتحس إنك اتحررت من سجن كان بيحبسك جوه نفسك. هتبدأ تعيش الحياة زي ما تستحق. الرهاب الاجتماعي مش نهاية، هو مجرد فصل في قصة ممكن تتغير نهايتها بإيدك. لو بدأت النهاردة بخطوة صغيرة، صدقني بعد شهور هتبص ورا وتقول أنا كنت فاكر نفسي مش هقدر، بس قدرت. كل إنسان فينا بيخاف، بس الشجاعة مش إنك ما تخافش، الشجاعة إنك تتحرك رغم خوفك. خلي جملة النهاردة تكون أنا مش هسيب الخوف يتحكم فيا تاني. ابتدي من دلوقتي، خطوة صغيرة، ابتسامة، كلمة، موقف بسيط، وكل خطوة هتكون باب جديد لحياة أهدى وأجرأ وأجمل.